السلام عليكم، ازيك يا بابا؟ المجال عامل ايه؟ بعد اذنك انا عاوز البلاي ستيشن اللي هو مش ال3 في 1 ولا 4 في 1، انا عاوز ال10 في 1 اللي الناس كلها بتتكلم عليه اللي هو عندك. بس بعد اذنك انا عاوز اللي عليه ال10000 لعبه، وعاوزك كمان تعلمني بيشتغل ازاي وتعلم الناس معايا عليه. مع عنون بابا المجال دايما هيبقى عندنا كل جديد وهتحقق احلامك. بس كده البلاي ستيشن اللي مكسر الدنيا جبناه لك اهوت مره تانيه في محلات عنون. انت دايما في المضمون. هنوريك الوقت ازاي بيشتغل وهنفرجك كل حاجه في الجهاز قدام عينيك في لحظه واحده. سيد الرئيس النهارده جايب لك العرض اللي حكايته حكايه، الشغل العالي، الشغل البرتغالي، الشغل النضيف قوي اللي فعلا زي ما قلنا عنون هو بابا المجال جايب لكم البلاي ستيشن. وريهم الجيم ستيك اللي عليه 10000 لعبه اللي جاي معاه ريموت. يا سلام. الجيم ستيك اللي حكايته حكايه اللي هنشغل بيه دلوقتي اليوتيوب، وهنشغل بيه نتفليكس، وهنشغل عليه كل الالعاب، كل ده وهنشغل كمان المتجر بلاي. قدام حضراتكم اهوت الجهاز بتاعنا شغال. هنا الالعاب، هنا النتفليكس، هنا اليوتيوب، هنا المتجر بلاي. يعني هتشغل الالعاب، هتشغل الفيسبوك، هتشغل يوتيوب، هتشغل الواتس، هتشغل اي حاجه على الشاشه بتاعتك. كل ده يعني حولت الشاشه سمارت، كل ده ببلاش. ببلاش ازاي؟ هنخش اول حاجه هنا على الايقونه اللي فيها الاتصال بالانترنت، هنخش على كلمه نتورك. بعد كده هندور على الشبكه بتاعتنا. انا الشبكه بتاعتي اسمها اوبو، هعمل عليها اتصال في ثانيه، هنكون داخلين ونطلع تاني ونرجع ونخش على اول حاجه نجربها قدام حضراتكم اليوتيوب. اليوتيوب هيفتح قدام حضراتكم. عندك طفل صغير في البيت عاوز يتسلى، عاوز تشغل له كرتون، بدل ما تروح تشتري شاشه او تغير الشاشه وتدفع فلوس كتير، الجهاز ده المعجزه اللي هيغير لك حياتك فعلا. قدام حضرتك زي ما انت شايف هنضغط مثلا على اول فيديو زي ما انتم شايفين اهوت، هيفتح معانا. ومثل الجهاز يا جماعه انه جهاز سريع، جهاز مش محتاج ان انت تغيره، مش محتاج ان انت تشوف اجهزه تانية غيره، عشان الجهاز ده حكايته حكايه فعلا. ده الفانوس السحري. زي ما انت شايف الجهاز اشتغل قدامك يوتيوب في ثانيه اهوت. تمام، هنطلع كده بسرعه ونفرجكم على الالعاب بتاعتنا. كميه الالعاب حاجه كده بص ولا في الاحلام. الجهاز ده يا جماعه نازل منه نسخ كتير جدا في السوق، دي النسخه الاصليه فعلا، النسخه اللي حكايتها حكايه. الدليل انها ما بتهنكش، انها ما بتقفش، مفيش حد اشتكى منها خالص. صدقونا يا جماعه، لو في واحد بس اشتكى من الجهاز او من اي منتج من محلات عنون ما بنشتغلش فيه تاني. احنا الاصلي، احنا الاصل والباقي كله في الفصل. اتفرج كده قدام حضرتك، قدامك اهوت جميع العاب البلاي ستيشن. ديت اول ايقونه بتاعت الالعاب الماريو، بتاعت الالعاب الضرب، بتاعت الالعاب المصارعه، بتاعت الكونتر، بتاعت كل الالعاب اللي انت عاوزها. تمام، قدام حضرتك اهيت جايه قدام حضرتك بالشكل ده كده، حاجه كده حكايتها حكايه. تمام، هنرجع ونخش على الفولدر اللي تحته. ده الفولدر برضو المسؤول عن جميع العاب الاتاري. زي ما انت شايف قدام حضرتك، شايف العاب الاتاري بس 3696 لعبه، والعاب الاتاري برضو 3843 لعبه. وبرضه بقى غير كده بقى المفاجآت الجامده اللي عندنا اللي في الجهاز بتاعنا وبس، مش موجود في الاجهزه اللي في السوق. شايف قدام حضرتك كل الفولدرات دي، كل فولدر بتضغط عليه بلاي ستيشن 1 عليه مجموعه العاب، بلاي ستيشن 2 عليه مجموعه العاب، ده السيجا، ده ماريو، ده اللاتيندو. كل واحده بتضغط عليها بتفتح لك مجموعه. هنوريك كده حاجه سريعه كده عشان الناس بتسال الالعاب اللي موجوده على البلاي ستيشن ايه. مثلا البلاي ستيشن 1 قدام حضراتكم اهوت زي ما انتم شايفين عليه اول لعبه اهو تيكن. وريهم كده الصوره شغاله وحش، شغال يا قلب الوحش. تاني حاجه حرب الطيارات زي ما انتم شايفين. تالت حاجه مصارعه. رابع حاجه دي لعبه الموميا بتاعت زمان لو انتم فاكرينها، دي لعبه السيارات، سباق السيارات قدام حضراتكم اهوت. ديت لعبه المصارعه جايه بكذا شكل. دي لعبه ماريو، ديت العاب المسابقات، دي العاب القتل بالمسدس زي ما انتم شايفين، دي العاب الزومبي والموميا والضرب بالمسدسات، دي سباق العربيات. في مجموعه العاب كتير جدا، سباق عربيات، مجموعه العاب كتير جدا في جهازنا يا جماعه. وكمان المفاجاه انه عليه فيفا 2002. الفيفا ديت ما كانتش موجوده في الجهاز اللي فات، بس النهارده موجوده معانا. وزي ما انت شايف هيبقى موجود معانا العاب كتير برضه هتظهر قدام حضرتك اهيت. الالعاب زي ما انت شايف كونتر، زي ما انت شايف حرب الدبابات، قدامك وورلد اللعبه اللي كانت مكسره الدنيا، وكمان البلياردو، وكمان العاب ولعبه باتمان. اللعبه دي يا جماعه حكايتها حكايه فعلا. وقدام حضراتكم كمان هجيب لكم العاب مميزه جدا جدا جدا. واللعبه ديت لعبه سباق العربيات. قدام حضراتكم هنجيب ديت لعبه بيبسي مان، ودي اللعبه بقى اللي الناس كلها بتدور عليها، اللعبه
اللي هي حكايتها حكايه لعبه الكوره. اللعبه ديت اللي الناس كلها بتدور عليها، ولعبه فعلا ممتازه. هنطلع من الايقونه ديت وهنخش على ايقونه البلاي ستيشن 2 زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. برضه زي ما اتفقنا جواها مجموعه العاب، 1 2 3 4، كل ما بتنزل بتلاقي. عندنا الجديد شديد يا جماعه عند عنون. زي ما انتم شايفين هناك كان في عربيات وهنا عربيات، بس هنا العربيات بتبقى احدث، هنا العربيات بتبقى مجسمه اكتر. قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، لا العاب الرعب والعاب القتال. الالعاب دي يا جماعه هتخلي ابنك قاعد في البيت ليل نهار ما بيتحركش، ما بيروحش في اي حته، ما ينزلش الشارع ويعمل مشاكل مع اصحابه، لا هيقعد في البيت، هيقعد يلعب على البلاي ستيشن ويذاكر شويه ويلعب شويه. زي ما انت شايف قدامك مجموعه العاب تحفه، حاجه كده. كل اللي خد مننا الجهاز ده يا جماعه بيشكر لنا فيه جدا، بيقول لنا فعلا الاجهزه اللي عندكم ديت غير الاجهزه اللي في السوق. زي ما انت شايف مجموعه العاب كبيره جدا، يعني دخلنا اهوت على 32 لعبه، على 35 لعبه، والله العاب تحفه. عندنا سباق العربيات بالشكل الجديد، عندنا كمان يا جماعه لعبه الكونتر، عندنا لعبه التنس. كل الالعاب ديت بتاعه البلاي ستيشن 2، ولعبه حرب الطيارات، ولعبه صيد السمك. الالعاب دي اللي يعرفها اللي لعب البلاي ستيشن 2 بس. العاب كلها مجسمه، العاب فعلا كانك اشتريت بلاي ستيشن ب 10000 وب 15000 بس في جهاز. يعني اقول لك سعره مفاجاه، سعره هديه. هنطلع بره زي ما انت شايف بقى، واتفقنا قدامك ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. قدامك 12 فولدر، 13 14، كل فولدر بتضغط عليه بيدخلك على مجموعه العاب. زي ما اتفقنا عند عنون دايما هيبقى جديد، ودايما عندنا كل جديد. عنون بابا المجال بجد مش هزار، عشان عندنا احدث المنتجات. هيبقى فايتك كتير قوي لو مش عامل اعجاب بصفحه محلات عنون. عندنا قدام حضراتكم البلاي ستيشن اللي حكايته حكايه، هنخلي سعره مفاجاه، واللي هيقول ويتوقع سعره عندنا بكام هنعمل له تخفيض كبير قوي 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 قوي. منتظرينكم من محلات عنون، لو هتلف الكون مش هتلاقي ارخص من عنون. سلام. وكمان عندنا خاصيه جامده جدا في الجهاز بتاعنا. الجهاز بتاعنا النهارده المميز قدام حضراتكم، هنخش على الايقونه ديت. ده بقى الجديد بقى يا جماعه. هتخش هنا، هتخش على كلمه ميرا كاست ديت. الخاصيه دي يا جماعه عشان تربط موبايلك على الشاشه، يعني تشغل تليفونك دوت اي حاجه شغاله على الموبايل، شغال يوتيوب، شغال فيسبوك، شغال واتس، شغال اي حاجه على التليفون. الفيديوهات اللي بتصورها، الصور اللي بتصورها اللي على التليفون ده بتطلعها على الشاشه ديت بالحجم بتاعها. كل اي موبايل يا جماعه بيبقى فيه كلمه عرض لاسلكي زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. هتخش على الضبط هتلاقي كلمه الاتصال والمشاركه، تمام. هتخش على كلمه عرض الشاشه، هتعمل البحث عن اجهزه العرض. هتعمل البحث عن اجهزه العرض قدام حضراتكم كده، هيفضل يبحث زي ما انتم شايفين لغايه اما يلاقي الجهاز قدام حضراتكم اهوت بيقول لك اندرويد. تقوم عامل اتصال، تقوم عامل بدء الان وتشغيل، تمام. هيجي لك على الشاشه قدام حضرتك هيقول لك اعمل بس ايه تاكيد او اعمل اكسبت اللي انت ايه اللي بتتحكم في الجهاز. هتلاقي قدام حضرتك زي ما انت شايف التليفون بتاعك هيشتغل على الشاشه. يعني الجهاز بتاعنا دوت 2 في 1، مش 2 في 1، ده 10 في 1. حاجه كده حكايتها حكايه. بمعنى قدام حضراتكم يا جماعه زي ما انتم شايفين